في هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم التوقعات ديالي شكون غادي يربح كأس العرب، وللإشارة ماشي المنتخب المغربي، أنا كنقول بلي المنتخب المغربي ما غاديش يربح هذه النسخة من كأس العرب. غنبداو مع المجموعة الأولى الخوت اللي فيها المنتخب القطري والمنتخب التونسي، سوريا، ثم المنتخب العزيز علينا كاملين المنتخب فلسطين. فأنا أتوقع رسميا تأهل جوج، واخا صعيب توقع، هذا الجروب هو أصعب جروب، خصوصا لأن الجولة الأولى تونس خسرات وقطر خسرات. يعني ايماجين، تخيل أن الجولة الأولى ربحت فيها سوريا وفلسطين هما اللي ربحوا. لذلك صعيب توقع شكون غيربح وشكون غيتأهل، ولكن كنظن أن المنتخب الأول اللي غادي يتأهل من هذه المجموعة هو المنتخب تونس، والمنتخب الثاني هو منتخب فلسطين. وبهذا غيكونوا عندنا هذوما أول جوج ديال المتأهلين. ندوزو للجروب الثاني الخوت. الجروب الثاني فيه المغرب، السعوديه، عمان وجزر القمر. فانا كنقول تلقائيا المتاهل الاول من هذا الجروب بسهوله غيكون المغرب، والمتاهل الثاني السعوديه. ولكن كنقول بان المغرب ما غيربحش هذا الكاس. بغيتو تعرفوا شكون المنتخب اللي بالنسبه لي غيربح هذا الكاس؟ تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اذا المتاهل الثاني هو المغرب والسعوديه، المغرب اولا والسعوديه ثانيا. اذا عندنا المغرب هو المتاهل على المجموعه الاولى، المتاهل الاول عفوا المجموعه الثانيه، اذا هذا هو المغرب. اذا غيواجه فلسطين والسعوديه لانها المتاهل رقم جوج عن المجموعه جوج، فغتواجه المنتخب التونسي كما كتشوفوا. اذا هذه هي التصفيات ديال المجموعه الاولى والثانيه. ندوزو للجروب الثالث والرابع. المجموعه الثالثه مصر، الاردن، الامارات، الكويت. مجموعه اخرى صعيب تاهل شكون غادي يتاهل، ولكن كنظن ان المتاهل رقم واحد غيكون مصر، والمتاهل رقم جوج غادي يكون المنتخب الكويتي. اذا عندنا مصر المتاهل رقم واحد من المجموعه الثالثه، والكويت هو المتاهل الثاني من المجموعه رقم ثلاثه. ندوزو للمجموعه الاخيره الخوت. عندنا فيها الجزائر، العراق، البحرين والسودان. فانا كنتوقع تاهل المنتخب الجزائري ثم المنتخب السوداني. اذا المنتخب الجزائري غيتاهل هو الاول على المجموعه الاولى، اذا غيواجه الكويت، والمنتخب المصري غادي يواجه السودان. مزيان. اذا هادو هما المنتخبات المتاهله. المغرب غادي يواجه فلسطين، تونس غتواجه السعوديه، مصر غتواجه المنتخب السوداني، والجزائر غتواجه المنتخب الكويتي. بالنسبه للمباراه الاولى المغرب مع منتخب فلسطين، ففعلا كنتوقع ان المنتخب المغربي هو اللي غادي يتاهل. اذا المربع الذهبي غيتاهل المنتخب الاول هو المنتخب المغربي، المنتخب ديالنا. المباراه الثانيه الخوت الجزائر مع المنتخب السوداني، فكنتوقع ان المنتخب اللي غينتصر هو المنتخب الجزائري وغادي يواجه المنتخب المغربي. فيما يخص المباراه ديال المنتخب التونسي والمنتخب السعودي، فكنتوقع بان المنتخب السعودي هو اللي غادي ينتصر. المباراه الرابعه الاخوان مباراه المنتخب المصري مع منتخب السودان، فطبعا كنتوقع المنتخب المصري هو اللي غادي ينتصر. وبهكذا يكون عندنا المربع الذهبي فيه ثلاثه ديال المنتخبات من افريقيا ومنتخب عربي وحيد من قاره اسيا اللي هو السعوديه. المباراه الاولى ديال مصر والسعوديه كنتوقع ان اللي غيتاهل منها النهائي الطرف الاول غيكون هو المنتخب المصري. اذا كما كتشوفوا هذا هو المنتخب المصري المتاهل الاول اللي غيتاهل على المباراه ديال السعوديه. اما المباراه الثانيه الاخوان المغرب والجزائر ديربي اخر. عندنا جوج ديربيات تقريبا، ديربي ديال مصر والسعوديه وديربي ديال المغرب والجزائر الاخوه الاشقاء. اذا المغرب والجزائر كنظن ان المنتخب المغربي ولو بصعوبه يقدر يتجاوز المنتخب الجزائري. اذا عندنا المنتخب المغربي غادي يواجه المنتخب المصري في المباراه النهائيه. وكما قلت لكم في بدايه الفيديو ما كنظنش اننا عندنا الزهر مع مصر في المنتخبات. ولو اننا كنا ربحنا ب 6-0 في الاولمبياد ديال باريس في فرنسا، ولكن كنظن ان المنتخب المصري هو اللي غادي يربح لقب كاس العالم، عفوا لقب كاس العرب في 2026. ولكن كنتمنى سما بالعاطفه كنتمنى المغرب يربح. ولكن لا سولتيني على التوقع الا كان النهائي ما بيننا حنا ومصر، كنقول ان مصر كيعرفوا يلعبوا النهائيات. حنا كنبغيو نلعبوا الكره والاداء وبزاف اللعيبات. مصر ما كيعرفوش هادشي، مصر كيعرفوا يماركيو ويربحوا. وشوفوا الماتش الاهلي والجيش، مصر ما شداتش الكره بزاف، الاهلي ما شدوش الكره وماركاو التعادل وكانوا يقدروا يربحونا كاع، يربحوا الجيش. دونك كنتوقع ان كاس العالم 2000 عفوا كاس العرب 2025 غتربحوا او غيربحوا المنتخب المصري. واتوقع يا ربي نديو، ولا كنتمنى يا ربي ديال المغرب.